السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة وصفة ديلي. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم طبق ديال الدجاج كيجي اكثر من رائع، سهل في التحضير مع سلطات ساخنة سهلة في التحضير. فبقوا معايا حتى لاخر الفيديو باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. هنا غادي نحتاجو قطع ديال الدجاج، ممكن نستعملوا دجاجه كامله او قطع حسب الرغبه وحسب الاشخاص اللي غيتناولوا الوجبه. هنا عندي تقريبا نصف دجاجه اللي منقيه مزيان مغسوله ومسقطره مزيان من الماء. غادي نحتاجو نصف ملعقه ديال القزبر يابس مطحون، نصف ملعقه سكنجبير، نفس الكميه ديال الكمون. غادي نحتاجو كذلك الملح حسب الذوق، والابزار نصف ملعقه صغيره، نصف ملعقه صغيره ديال الكركم او الخرقوم. غادي نحتاجو نصف حامضه مصيره، وغادي نحتاجو نصف ملعقه ديال السمن. ثم غادي نحتاجو 2 فصوص ديال الثوم محكوكين او مفرومين رقاق، وغادي نحتاجو واحد شويه ديال الزعفران شعره اللي نقعناه في الماء من قبل الماء سخون. ممكن تعوضوه بضامه ديال الزعفران. وعندنا هنا زيت الزيتون، ممكن تستعملوا زيت المائده او تخلطوهم بجوج، ما كاينش مشكل. اول شيء انا في الطنجره ديال الضغط او الكوكوط غادي نوضعوا، ما تستعملوش طنجره عاديه. غادي نوضعوا المكونات العطريه والماء ديال الزعفران وكذلك الثوم واللب ديال الحامض، وغادي نزيدوا عليه واحد ربع كأس صغير ديال زيت الزيتون. غادي نخلطوا العناصر ثم غنبداو ندوزو دوك القطع ديال الدجاج حتى يتشرملوا لينا جيدا في ديك العطريه. الا كنتو غتستعملوا اكثر من هاد الكميه ديال الدجاج، يعني اكثر من نصف دجاجه، فغادي تزيدوا كذلك من العطريه ومن الحامض المصير والثومه، غتزيدوا الكميه. غادي نسدوا عليها الكوكوط او الطنجره ديال الضغط وغنوضعوا الصفاره. ضروري انكم توضعوا الصفاره باش الطغي يطيب لكم، لان العافيه غادي تكون مهيله بزاف، غيطيب على خاطرو. كنقصوا العافيه اقصى حد وكنخليوه على خاطرو كيطيب، راه ما كياخذش الوقت بزاف، تقريبا واحد ثلث ساعه حتى ل 25 دقيقه. هنا بعد مرور ثلث ساعه هذا الدجاج ديالي راه طاب، كنقلبو طاب جيدا. غادي نجهد شويه العافيه، عافيه متوسطه، وغادي نخلي ديك المريقه اللي طلق تشحر ليا، وكذلك الدجاج يتحمر واحد شويه. الا كنتو باغينو يتحمر بزاف فغديروه في الفران، غدهنوه بشويه ديال الزبده او الزيت وغادي توضعوه في الفران يتحمر، او غادي تستعملوا هاد الطريقه، ديروا هاد الطريقه اللي درت فكافيه انه يتحمر. كديروا نار متوسطه حتى كتشحر المريقه، والدجاج راه كيتحمر بطبيعه الحال. عفوا، مباشره غنكبوه في الطبق ديال التقديم. كيف ما كتشوفوا كيجي رائع بزاف، لذيذ سهل في التحضير. هنا زينته باللوز مقلي وقطع ديال الحامض مصير. كيف ما كتشوفوا كيجي محمر لذيذ بزاف. هنا غادي نمروا للسلطات الساخنه. هنا عندي اللوبيا الخضراء اللي قطعتها بهذا الشكل، نقيتها وقطعتها وغسلتها جيدا. كذلك عندي الشوفلور اللي نقيته جيدا، غسلته وقطعته بهذا الشكل صغير. وعندي 2 حبات ديال الباذنجان صغار فنجال، كذلك قطعتهم مربعات وغسلتهم جيدا. هنا عندي الماء اللي في درجة حرارة الغليان، ضروري انكم تغليوه او يكون في درجة حرارة الغليان هكذا باش الخضر تحافظ على اللون ديالها، ما يتبدلش لها اللون. ضروري منين تبغيو تسلقوا الخضر الماء يكون سخون او يكون يعني كيغلى كيطيب. غادي نوضع الخضر كلها كتسلق، يعني كل خضر وحسب الوقت اللي كتاخد. فالشوفلور ما كياخدش وقت بزاف، العكس ديال اللوبيا الخضراء كتاخد وقت. البتنجان كذلك ما كياخدش الوقت، 5 دقائق فقط. كنخليو الخضر ديالنا كيتسلقوا وكنوجدوا التتبيله اللي غادي نديروا ليهم بعد ما يتسلقوا. هنا عندي 2 حبات ديال الطماطم او مطيشه اللي مقطعه هكذا رقيقا بعد ما نقيتها وحيت ليها الزريعه والقشره.
غادي نزيد عليها 2 فصوص ديال الثوم اللي محكوك هكذا رقيق، وغادي نضيف عليها رشه ديال الملح، ملعقه صغيره نصف ملعقه صغيره عفوا ديال البابريكا او التحميره، وغادي نضيف عليها نصف ملعقه صغيره ديال الابزار او الفلفل الاسود، وغادي نضيف عليها ملعقه صغيره عامره ديال مركز الطماطم او مطيشه الحك. غادي نخلطهم جيدا حتى كيدخل لينا ديك العطريه وديك مطيشه في كتجانس لينا. ثم من بعد ما سلقت الخضر تصفيتهم جيدا من الماء، غادي ناخذ مقلاة غادي ندير فيها واحد الملعقه ديال زيت الزيتون، غادي ندير لوبيا خضراء او اي خضره ممكن تسبقوها. غادي نقسموا ديك الشرموله اللي وجدنا ديال الطماطم على 3. ممكن تستعملوا اي خضر عندكم، تستعملوا نفس الطريقه البطاطا او خيزو، نفس الطريقه غتستعملوها لاي خضر عندكم، كورجيت كذلك. غادي نضيف واحد الكميه من هذيك الشرموله اللي وجدت ديال الطماطم، وغادي نخليها تشحر على عافيه متوسطه حتى تمتزج لينا تقريبا واحد 3 حتى 4 ديال الدقائق فقط. وكنوضعها في الصحن ديال التقديم. هنا نسيت ما درتش الربيع قزبر ومعدنوس او المعدنوس فقط، كديروه منين كيطيب في المقلاة. نفس الشيء غادي ندير له الشيفلوغ، غادي نشحروه واحد 4 ديال الدقائق مع الطماطم. غادي نزيدو الربيع وغادي نوضعوه في الصحن ديال التقديم في نفس المقلاة. ما كنغسلوش المقلاة، كنستعملوا مقلاة واحده، ولا كنتو زربانين فغادي تستعملوا اكثر من مقلاة. نفس الطريقه نديروها كذلك للدنجال من بعد ما سلقناه وصفيناه جيدا من الماء. هذا هو الشكل ديال السلطات الساخنه، كتجي رائعه لذيذه بزاف، سهله في التحضير، كتوجد بسرعه. نفس التتبيله كنوجدوا بها السلطات كاملين، والاهم انهم بنان بزاف. كنتمنى تعجبكم الوصفه اليوم وتجربوها، وما تنساوش الى عجبتكم ما تنسونيش من لي لايك ديالكم والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. كيف ما كتشوفوا الدجاج كيجي رائع بزاف لذيذ طيب. ومع السلامه حتى الفيديو قادم ان شاء الله.